ارتكب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق خطأين في البروتوكول الملكي ليلة أمس الاثنين خلال حفلة إحياء ليلة القدر الذي ترأسها الملك محمد السادس. الخطأ الأول الذي ارتكبه توفيق كان حينما تدخل ولي العهد لتنبيهه بعدما تجاوزه في المسير جانبا إلى جانب مع الملك محمد السادس. والخطأ الثاني هو وقوفه في الصلاة على الجانب الأيسر للملك محمد السادس قبل أن يتم تنبيهه لاحقا بتغيير مكانه إلى الجهة اليمنى، حيث ظهر في باقي ركعات صلاة التراويح إلى جانب الأمير مولاي رشيد. وأثارت أخطاء أحمد توفيق تفاعل المغاربة على شبكة التواصل الاجتماعي.